طول عمرنا نسمع عن أكلة لحوم البشر، لكن سمعت قبل كده أنت عن أكلة الموميا؟ هم مين والموضوع ده حقيقة ولا لأ، وكانوا بيعملوا كده ليه، وكل التفاصيل هنحكيها في فيديو النهاردة. يلا بينا. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما بصحة وسعادة يا رب. مين اللي كانوا بياكلوا الموميا، وهل الموضوع ده حقيقي ولا لأ؟ بص يا صديقي، بالنسبة له حقيقي ولا لأ، فالموضوع ده حقيقي 100%. ما فيش فيه فصال. كانوا بياكلوا موميا، كانوا بياكلوا الموميا. مين هما بالظبط؟ مش القدماء المصريين اللي كانوا بيعملوا كده، كانوا بتوع أوروبا. تمام. من القرن ال12، اللي هو في بداية الدولة الوسطى أو في نص الدولة الوسطى كده لحد القرن ال17 أو ال18. طيب ليه كانوا بيعملوا كده يا سيدي؟ كانوا في حاجة عندهم اسمها ايه، مومي ميديسن، يعني زي قسم طب كده موميا. في الوقت ده في العصور الوسطى كان مشهور جدا ان الموميا دي طبعا متحنطة وفيها قوة فرعونية جبارة جدا. فكانوا بيجيبوا الموميا دي يطحنوها. تمام. ويعملوها علاج. كانوا بيستخدموها يا صاحبي كعلاج. زي ما قلت لك يطحنوها يعملوها بودرة. وفي اللي كان بيخلطها مع عسل عشان طعمها وكده، وفي اللي كان بيحطها كأنها سكر مع السكر يعني كده مع الخمرة والمشروبات وتتشرب. تمام. كانت بتتباع في الصيدلية على أساس إن هي علاج للصداع، للنزيف، كدمات، علاج للقلب. بص يعني كل حاجة حرفيا كانوا معتبرينه الإكسير السحري لأي مرض ممكن تتخيله. السحرة والدجالين كانوا بيبيعوها على أساس إن هي بودرة سحرية. كانوا بيجيبوا منين بقى الموميا دي؟ بعد ما أوروبا بدأت تؤمن بالخرافة دي وخلاص الموضوع بدأ ينتشر جدا في أوروبا، بدأوا يهجموا بقى على مصر التجار. كانوا بينهبوا القبور المصريين القدماء، يكسروا الموميا ويشحنوها على أوروبا. تمام. وتتباع هناك بفلوس كتير. بل في بعض التجار أصلا بتوع أوروبا من كتر ما المومياوات يعني كانت بتخلص أو مش عارفين يوصلوا لها، كانوا بيزوروا المومياوات دي، يجيبوا جثث ويزوروها بأي توابل، أي مواد كيميائية، بحيث إنها تبان كأنها موميا بالظبط، ويبعتوها على أوروبا. وهم طبعاً هناك كان الطب ما كانش متقدم زي دلوقتي، فكانوا بياخدوها عادي ويشربوا عادي والدنيا كانت حلوة يعني. كانوا مؤمنين بيها جدا. امتى بقى الخرافة دي انتهت؟ تمام. انتهت يا صديقي مع بداية القرن التمنتاشر، يعني زي ما قلت لك ان هي بدأت في الدولة الوسطى لحد ال- القرن التمنتاشر. استمرت سنين كتير، بس مع تقدم الطب وتقدم الأبحاث وكده ثبتت بقى إن هي مفيش فايدة منها. بل وإن الموضوع أصلا يعني كان مضر، إن هي أصلا يعني أغلب الجثث دي كان فيها مواد كيميائية وتوابل وكده، كان أغلبها مواد سامة. وكان في جثث بالفعل بيبقى فيها رصاص وزئبق، كانت المواد دي أصلا سامة. فمع تقدم الطب بقى إيه، ابتدى الموضوع خلاص ينتهي يعني. وبس يا صديقي، لحد هنا يكون فهمنا بقى مين هم أكلة المومياوات وليه كانوا بيعملوا كده. رب تكون الحلقة عجبتك. تنساش بقى ايه، لايك واشتراك في القناة وشير بقى لو الفيديو عجبك. والسلام عليكم.